وفاة الأميرة المحبوبة في تايلاند باجاراكيدي باجركيريابا جلبت حزناً عميقاً للبلاد، لكنها أيضاً تركت العرش بدون وريث واضح. والرجل الذي يتم الحديث عنه الآن باعتباره الملك المستقبلي الأكثر احتمالاً هو الابن المنفي لملك تايلاند الذي قضى ما يقرب من 30 عاماً في أمريكا. لكن حياته الشخصية مليانة أسرار ممكن تدمر كل حاجة. فليه رجع بعد كل السنين دي؟ ليه ساب مراته الأمريكية وبناته الاثنين؟ وإيه الأسرار التانية اللي ممكن تدمر فرصته في العرش؟ اتفرجوا على الفيديو كامل عشان تعرفوا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ. سوجاريني فيفاتشارا وأنجسي كانت ممثلة تايلاندية عندها 16 سنة لما لفتت انتباه ولي العهد وقتها فاجيرا لونغيكورن في أواخر السبعينات. في الوقت ده الأمير كان متجوز بالفعل من مراته الأولى الأميرة سوامسويلي، لكن ده ما وقفوش. الممثلة بقت شريكته في حين إن مراته الأولى كانت رافضة تديه الطلاق. حسب التقارير لسنين كتير الملك المستقبلي عاش مع سوجاريني، وخلال الوقت ده خلفوا مع بعض 5 أولاد، 4 أولاد وبنت واحدة. ما قدرش يطلق مراته الأولى غير في سنة 1993 بعد 15 سنة، وبعد سنة اتجوز رسمياً أم أولاده. ولفترة كانوا باينين سعداء وكانوا شبه العيلة المثالية. للأسف سعادتهم ما استمرتش كتير. بعد بس 2 من جوازهم سوجاريني اضطرت تهرب للمملكة المتحدة مع أولادها. ولي العهد اتهمها إنها على علاقة مع قائد طيران عنده 60 سنة، وده عمل فضيحة كبيرة قدام الناس. وبعدها بفترة قصيرة في سنة 1996 اتطلقوا واتسحب من أولادهم الألقاب الملكية ومكانهم في ترتيب الوراثة، وتبروا منهم واضطروا يفضلوا في المنفى للأبد. الأمير فاتشارايسورن كان عنده 15 سنة وقتها، كان بيدرس في مدرسة هارو المرموقة في بريطانيا. لكن بعدها بفترة قصيرة السفير التايلندي اتدخل وطلب يرجعوا جوازات السفر الدبلوماسية بتاعتهم. بدل كده ادوهم جوازات سفر عادية صالحة لمدة 1 سنة بس. وكمان الأميرة سريفانافاري البنت الوحيدة من بين ال5 أولاد اتسحبت غصباً عنها ورجعت تايلاند لوحدها بعد ما راهب كبير تنبأ إنها هتحمي البلد. الأمير فاتشارياسورن ووالدته وإخواته انتقلوا بعد كده للولايات المتحدة سنة 1997، وهناك أخذوا لجوء سياسي وفي الآخر حصلوا على الجنسية. سنينهم الأولى في أمريكا كانت صعبة جداً لأنه كان معاهم دعم مالي قليل جداً. فاتشارياسورن اشتغل في شغلانات مختلفة زي بيع الهوت دوغ في الفعاليات الرياضية وبيع المكانس من باب لباب علشان يساعد أسرته. رغم محاولات كتير منه ومن إخواته إنهم يتواصلوا مع والدهم، عمرهم ما تسمح لهم يوصلوا له. رغم كده فاتشارياسورن ما استسلمش، اشتغل بجد في دراسته وحصل على بكالوريوس وكمان شهادة في القانون. وبعد كده خلص ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة. وبعد كده بنى مسيرة قانونية ناجحة في نيويورك، واشتغل حوالي 15 ل 16 سنة كمحامي متخصص في قانون الطاقة. وبعد كده بقى مستشار قانوني وشريك في مكتب جولدباك سيجالا LLP اللي هو واحد من مكاتب المحاماة المحترمة في الولايات المتحدة. رغم نجاحه فأشاريسورن كان دايماً بيتمنى يرجع لبلده، وفي سنة 2023 اللحظة دي أخيراً جات. ركب طيارة ورجع لتايلاند لأول مرة بعد قرابة 30 سنة. هو أصر إنه بيزور تايلاند كمواطن عادي بس من غير أي طموح أو اهتمام بالعرش، بس قليل قوي اللي صدقوه. التوقيت خلى الناس تتساءل. قبلها بسنة بنت الملك الكبيرة الأميرة باجراكيريابا وقعت ودخلت في غيبوبة. ده خلى ناس كتير يتساءلوا عن نواياه الحقيقية. لما فاتشارياسورن وصل لمدرسة في شمال تايلاند، مئات من القرويين وقفوا فوراً وضغطوا إيديهم مع بعض في تحية الواي التقليدية، وبعضهم حتى ركعوا احتراماً. خلال زيارته لف على المدارس وعمل خيراً في المعابد ودعم مشاريع إنسانية منها المساعدة في السكن لضحايا الفيضانات. كمان ركب قطار BTS سكاي ترين في بانكوك وعلق إنه أنظف من مترو نيويورك. زار كمان مؤسسة للأطفال وقضى وقتاً مع الأطفال في بيت الأمل. وبعد كده عمل رحلة تانية في أوائل 2024
المرة دي وصلوا معاه جواز سفر تايلندي وبطاقة هوية وطنية تايلندية، ودي كانت أول مرة في حياته يحصل عليهم. ما بقاش ينظر له بس كأنه محامي أمريكي بيزور بلده الأصلي، بقى بيقدم نفسه رسمياً كمواطن تايلندي. في مايو 2025 حلق شعره ودخل الرهبنة البوذية، ولبس الرداء البرتقالي زي ما هو متعارف عليه في تايلاند علشان يبين الإخلاص والاحترام. بالنسبة لناس كتير في تايلاند التصرفات دي كان صعب يتجاهلوها. بدأت الشائعات تنتشر إنه ممكن يكون بيجهز نفسه لدور مستقبلي في خلافة العرش، سواء القصر وافق أو لا. بس في الوقت اللي تايلاند كلها كانت بتراقب كل حركة ليه في العلن، ناس قليلة جدا كانوا واخدين بالهم من اللي بيحصل في حياته الخاصة. فاتشاراي سورن كان في الحقيقة متجوز في السر من واحدة أمريكية من أصل إيطالي اسمها إليسا جاروفانو. الزوجين عندهم بنتين مع بعض، ووفقاً لمصادر قريبة من العيلة هو كان مخبي الجوازة دي والبنات دول عن الشعب التايلندي تماماً، وده كان على حسب التقارير، علشان حسب القانون التايلندي الملك ما ينفعش يكون متجوز من مواطنة أجنبية، وكمان بناتهم بما إنهم مواطنات أمريكيات مش حيكون ليهم حق في وراثة العرش الملكي. بس كان في تفاصيل أكتر في القصة. خلال جوازه الأمير كان عنده عشيقة وهي مؤثرة على السوشيال ميديا، أوكرانية أمريكية اسمها أناستاسيا نيكيشينا، وبحسب مصادر كتير هوسوا بيها دمر جوازه. بيقولوا إنه صرف عليها فلوس كتير جداً لدرجة إنه دخل في ديون كبيرة. أناستاسيا كمان عملت جدل كبير على الإنترنت لما قالت قدام الناس إنها ملكة تايلاند المستقبلية. مراته أليسا في الآخر رفعت قضية طلاق، بس بعدين وقفت الإجراءات، وكانت بتأمل إنه فاتشاريا سورن ياخدها هي وبناتهم معاه لتايلاند، بس ده عمره ما حصل. وبحسب التقارير هو سابهم وما دهمش أي دعم. وفي الآخر فاتشاريا سورن بعد عن أناستاسيا. الفلوس كانت خلصت، الهوس كان هدي، وكان عنده خطط أكبر يركز عليها. فاتشاراي سورن عمل ضجة مؤخراً بسبب علاقته الجديدة مع برادا تانسيتا ديلاكانان ساكول، ملكة جمال تايلاندية عندها 28 سنة. هي كانت وصيفة ثالثة في مسابقة ملكة جمال جراند تايلاند 2024، ووصيفة أولى في مسابقة ملكة جمال جلوب 2024. الاثنين اتشافوا مع بعض في كذا مناسبة، بيخرجوا مع بعض وبيسافروا سواء في تايلاند أو برا، وكمان ظهروا مع بعض في بث مباشر على السوشيال ميديا، وده اللي كتير اعتبروه تأكيد غير رسمي لعلاقتهم. الناس اللي بيتابعوا العيلة الملكية التايلندية عن قرب لاحظوا حاجة مثيرة عن مظهر برادا. كانت باين عليها إنها تتبنى ستايل شبه قوي ستات الدائرة المقربة من الملك فاجيرا لونغكورن، وكأنها تجهزت بعناية عشان تناسب العالم اللي هي داخلاه. وفي الوقت ده مراته لسه في الولايات المتحدة بتربي بنتيهم لوحدها، ولسه شايلة على كتفها ديون ضخمة تركمت عليهم أثناء جوازهم حسب ما بيتقال. لما نبص على حياة فاتشاريا سورن صعب ما ناخدش بالنا قد إيه هو شبه أبوه. الملك فاجيرا لونغكورن اتجوز 4 مرات. هو أهان زوجاته قدام الناس وسحب منهم ألقابهم ورماهم لما بقوا مش مفيدين له. زي ما بيقولوا ابن الوز عوام، بس طريق فاتشاريا سورن العرش مش واضح خالص. في يونيو 2025 اتقبض عليه في معبد بوذي واترحل على طيارة راجعة لأمريكا، وبيقولوا إنه ممنوع يدخل تايلاند تاني. بتفتكري ممكن ياخد العرش في يوم من الأيام؟ ولو حصل تفتكري هيكون مختلف عن أبوه؟ شاركينا رأيك في التعليقات. وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات زي دي تاني ما تنسيش تعملي لايك تحت تقديراً، ولو لسه مشتركتش أكيد هتحبي تشتركي في قناتي وتضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما نزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.